صباح الخير يا جماعة. صباح الخير على كل اللي بيشوفني. صباح الخير. النهاردة اليوم جميل، في نسمة هوا كده حلوة. يلا بقى على الله بقى الحر ده يمشي والموجة بقى دي تتكسر. يلا ده احنا هنا كده الصبح، ده سطح ما شاء الله قدامنا. على فكرة يا جماعة لازم كل ما نشوف اي حاجة نقول عليها ما شاء الله. احنا متعودين على كده من صغرنا، ان احنا نشوف اي حاجة نقول عليها ما شاء الله. ده السطح بتاع واحدة جارتي، يعني ما شاء الله عليها مربية طيور عليها وبس، ملناش دعوة طبعا. بس هي عاملة عليه زرع وعاملة عليه فل بقى وريحان ونعناع. فما شاء الله افتح بقى الشباك الاقي بقى الروايح بقى طالعة، روايح طبيعية خالص. يلا ربنا يبارك لها يا رب. احنا هنا هنعمل عندي بس العمارة اللي هي اللي قدامي ديت كانت بتتبني، حتى ملاحظين الفرق، بصوا بتتبني. فكانت منزله بقى عندي بقى ايه تراب واسمنت، حتى على الشباك عامل ازاي، شايفين تراب واسمنت وايه. بصوا هنا بقى طبعا اظن كده عرفتم انا فين او احنا فين. هعمل ايه النهارده؟ يعني حاجه كده على السريع برضو. ده حوض الحمام عندي، انا على طول بغسله وايدي فيه على طول، بس في مشكله عندي ان انا عندي الفواصل ما بين السيراميك بتبقى ايه مصفره في الكاميرا. بصوا انا مقربه الكاميرا منكم ازاي، بصوا هو ابيض ليه بقى. بصوا هنا بس حاجات بسيطه خالص. ده ايه لو جيتوا لاحظتم الاسمنت او الجبس اللي ما بين السيراميك مخرم، فده اللي مبين ان الايه ان الحاجه مصفره او الحاجه مش نظيفه. بصوا ده كله اسمنت. وعندي بقى وهنا طبعا كان في فراغ ما بين الحوض وما بين السيراميك، فاحنا حطينا يعني ايه جه السباك عمل لنا اسمنت ما بين الفاصل ده. فبرضو كل نقطة مية برضو ده بيصفر مع ان انا يعني ايه بغسله على طول وبدعكه. يعني انا عندي ليفه سلك كده بقعد ادعك فيه، فرشه برضو بقعد ادعك فيه. عندي كمان مشكله يا جماعه، ما اعرفش ايه المشكله دي بقى عندكم ولا عندنا بس. طبعا انا قاعده على الحوض برضو معاكم دلوقتي. عندي مشكله انا بعاني منها ودايما يعني إيه انا بزعل. إيه المنظر ده، منظر الصابونه طبعا. ودايما انا اقوم غسلاها كده واقوم حطاها هنا كده، تمام. وبعمل بقى ايه بلاقي بقى المنظر ده، بلاقي منظر الصابون ده، بلاقي المنظر الصابون ده. فانا مش لاقيه لها حل. يعني ما اعرفش بقى ايه، يعني الصبانات كلها بتبقى كده. يعني هما بيغسلوا ايديهم، كلنا بنغسل ايدينا وبنخلص وبعدين نحطها كده. ما اعرفش بقى ايه. تمام كده. هنا برضو عندي الرف اللي فوق برضو عايز يتغسل برضو تراب، لان ايه ما بنفتح الشباك ده العماره اللي قدامنا بقول لكم ايه بتتوضب وكده، فكل ده بيبقى تراب بقى، شايفين التراب. فانا هجيب بقى معاكم الفرشه بتاعتي. وانا بغسل الحمام يا جماعه بشويه بريل وشويه اريال والليفه، ولا بجيب بقى ما اللي هي بقى المساحيق ولا الحاجات اللي بتاعت الحمامات ولا الكلام ده، لا خالص، بيبقى زي الفل يا جماعه. الفرشه اللي انا بدعك بيها السيراميك او بغسل بيها السيراميك الفواصل وكده. ودي ليفه بقى، دي ايه بعد ما بخلص المواعين بقى وكده، يعني بدل ما برميها مره والتانيه والتالته والرابعه بغسل بيها خلاص بقى بتبقى ادمت، تمام. بقوم بعد ما برميها بجيبها استعمل بيها بقى ايه حاجات الحمام بقى، يعني الحوض مثلا، الصابونه اللي زي دي. بصوا كده، بصوا يا جماعه الفواصل، الفواصل يعني بصي انت بقعد ادعك فيها وتيجي بقى تشوفيها. يعني هي في الكاميرا تحسي ان هي مش نظيفه،
لكن بصي ده سيراميك اصلا، ده الجبس اصلا مشقق من جوه من الميه، فمديه ايه كانها مصفره. وده برضه نغسل بس الصابونه الاول. طبعا لازم حوض الوش ده على طول باستمرار يبقى ايدك فيه. حاجه بقى غصب عنك بقى، زي ما انا بقول لكم كده، الصفار ده او اللي عشان الميه والجبس ده غصب عني، تمام. لكن ادام انت حوضك نضيف زي الفل خلاص. لكن حاجه خارجه عن ارادتك زي اللي انا بقول لك عليه ده خلاص. هنا بقى بغسل بقى الحوض كله. انا حاطه هنا شويه بريل وشويه خل. ليه بقى؟ الخل يا جماعه بيلمع الحاجه وفي نفس الوقت بيطهر. ولا بحط بقى كلور ولا بحط بقى اللي هو الهربك للايه للتواليت وكده. لكن الكلور والحاجات اللي هي في حاجه مش عارفه ايه اسمها ايه كده، اللي هي عامله زي ميه النار دي، مش عارفه. لا انا ما بجيبهاش، بس انا اسمع عنها وكده، تمام. دي لا انا ما بجيبهاش خالص للحمام. هنا بقى هشيل الاول الحاجات اللي فوق الرف. هنا انا كنت بغسل المرايه بس عشان المرايه كده هتبين لي. انا هغسل بره بس الرف كده. المرايه عندي نظيفه بس عدت عليها برضو، فباخد الرف بقى من فوق ومن تحت كده. طبعا بقى بلمع كل ده. الخل بيلمع وبيطهر في نفس الوقت برضه، عشان الناس اللي بتتخنق من الكلور. انا عن نفسي بتخنق من ريحه الكلور. الكلور بيخنقني قوي، فما بجيبش انا الكلور ده خالص. بجيب كلوركس اللي هو الالوان ده بس للغسيل وكده، وبحطه منه للابيض بيخليه فل كده. لكن الكلور اللي هو الابيض ده انا ما بجيبهوش خالص. الاول بصراحه عشان ما اكذبش انا كنت بجيب الكلور ده، فبقى بيتعبني. دي حاجه. الحاجه التانيه جينا هنا بقى للبانيو. البانيو برضه عندي نضيف، بس انا طبعا الحر ده كل يوم لازم دش، فالميه برضه بتصفر، تمام. انا برضه باخد دي كده عارفه، طول ما ايدك في الحاجه بتبقى نضيفه، كانها بصي كانك لسه جايباها جديد. ايا كان بقى اي حاجه، فاهمه كده. انا عندي الفرشه دي بغسل بيها برضو الفواصل زي ما انتوا شايفين كده. الفواصل دي برضو برضو من الدش وكده، فدي الميه بقى بتمطر على زي ما قلت لكم يا جماعه. برضو الفواصل بصوا انا مقربه لكم الكاميرا ليه، هوريكم التخريم اللي ما بين اللي في الجبس ده، اللي بيخلي بيبين الحاجه كانها سودا. بصوا من كان هو متكسر، بصوا متكسر من جوه، بصي ازاي متكسر من جوه. طبعا بقى طبعا على طول والله ايدي فيها، مش عايزه احرش عشان حرام انا في الحمام، بس انا بعيد يعني انا في يعني بعيد يعني. المهم فانا بدعك بقى كل ده كده، بدعك كل ده كده بالفرشه، الفواصل دي كلها. ده بيبقى يا جماعه بيبقى عيب صنايعي اللي بيلزق السيراميك ده، بيبقى العيب منه هو.
بيبقى غصب عنك انت بقى، انت ما الحاجات دي بتخش جوه، فانت غصب عنك هتجيبيها ازاي؟ مره في التانيه في التالته بتلاقيها بقى ايه، عملت كده، اصفرت اسودت، الجبس بيتخرم من كتر الميه. تمام. هنا برضو بغسل برضو بتاعت الدش كويس قوي. الخل يا جماعه بيلمع الحاجه. هنجيبها دلوقتي. دي الاكره اللي انا برفع بيها الدش وبنزل بيها ال الدش دي، السماعه برفع بيها كده. ماشي كده. عندي برضو هنا بلف برضو كده، يعني لازم، يعني انا بغسل دول قبل السيراميك وقبل البانيو كمان. تمام كده. تمام. بصوا برضو الفواصل، بصوا الفواصل بنعكها برضو. ليه بقى؟ الفرشه بيبقى ليها سموم فبتدخل ما بين الفاصل ما بين السيراميكا دي والسيراميكا دي، عن ايه، عن الليفه. يعني ممكن اعمل كده وخلاص خلصت، لكن بقى بيبقى الشكل بقى، فاهمه؟ تعمليه كده بيدخل بقى ايه، العيدان بتاعت الفرشه دي تدخل كده. خلاص هنا كده زي ما قلت لكم برضو. شايفين هنا ده جبس برضو، بصوا الماده اللي كان لازق بيها ازاي. انا كان ممكن ما كنتش وريت لكم الحاجات دي خالص على فكره يعني، بس عادي، ايه المشكله؟ في بيت كل واحد كده بالمنظر ده، يعني لو مش في بيتك يعني عادي برضو. ودي حاجه بتبقى خارجه عن اراده الواحد، اللي هو ايه، الفواصل اللي هي ايه، واسعه شويه دي. تمام كده. بس الشاطره بقى اللي تعالج الحاجات دي بايه؟ بالغسيل على طول. فانا مش هقول لكم انا ايدي فيها على طول، انا ايدي على فيها باستمرار. وبرده باخد برده هنا ايه، القطار بتاع البانيو ده كله، نعمل كده. ونسينا دي يا جماعه، نسينا دي برده تاخد حقها، ياخد حقها برضو. يلا هفصل بقى معاكم، هكمل انا وارجع لكم تاني. وهنا كده خلاص اكون خلصت ولمعت الحاجات كلها. الحوض اهو، بصوا بيلمع ازاي، والصبانه برضو اللي انا بعاني منها من مكان الصابون، عايزه اشوف لها حل. دي انا كنت جايبه ليا الصابونه اللي هي البلاستيك، بس برضو بتعمل الصابون تحتيها برضو. وعلى فكره انا بجيب يعني نوع صابون حلو، يعني مش اللي هو الرديء ده، لا. هي دي السيراميك يا جماعه. انا قلت لكم الفواصل دي، ده اللي انا قلت لكم عليه، اللي هي ده الجبس، ده الجبس اللي بيجي عليه الموضوع مخرم، عشان ما فيش حد يخش يقول لي ايه الصفار ده، مش الصفار ده، لا لا خالص، ده من الاسمنت طبيعي، لما الميه بتيجي عليه بيصفر. تمام. هنا طبعا بقى الرف بتاع المرايه بيتغسل برضو كله. السيراميكا برضو اهو، البانيو دي برضو الرف بتاع البانيو. البانيو بقى بيبرق اهو. عايزه اقول لك برضو على حاجه، إيه، انا بستعمل برضو، عارفه بواقي الصابون، صابون الوش ده برضو انا ما برميهوش برضو، بيجي برضو بقوم حاطاه في علبه صغيره كده،
وبعمله بقى على الليفه او على الفرشه اللي انا وريتها لك دي، وبدعك بيها بقى البانيو، وبدعك بيها الحاجات دي، الحوض بقى والخلاطات بتاعت الحمام وكده، بيخليه يبرق برضه، يخليه زي الفل. بس كده. وهنا بقى كان عندي شويه تيشيرتات بتاعت ولادي خفيفه يعني كده، بغسلها على ايدي، كنت نقعتها في طبق، حاطط عليها شويه اريال كولوريكس برضو، وقلت مش مستاهله الغساله يعني، فقلت ايه نقعتها على اغسلها على ايدي يعني وكده. بس يا جماعه، واشوفكم بقى ايه في فيديو جديد. يلا باي باي.